وبعدين يا حاج، هي الست اللي جوه دي هتقعد عندنا كتير؟ وبعدين هي لسه نايمة لحد دلوقتي ليه؟ مش المفروض تخرج؟ وبعدين هي ما عندهاش قرايب تروح عندهم؟ وانت مالك يا اخويا مبسوط بوجهها ليه؟ يا ساتر يا رب، اصطبحنا بالنكد. استهدي بالله وقولي يا صبح، انا مش فايقلك على الخناق ده وماليش مزاج بالصراحه. وطي صوتك احسن تسمعك. نادية ما عندهاش اي قرايب غيري قصدي غيرنا. اهلها ماتوا في حادثه، وهي كانت عايشه مع ستها في البلد، ومعرفش بصراحه نزلت مصر تعمل ايه، بس هعرف منها. امي بس انتي حضرلنا فطار عقبال ما انا اقوم اصحيها، قصدي اي حد يقوم يصحيها عادي. بقولك ايه، نظراتك دي لميها، احنا عندنا ضيوف. لا، خليك مكانك وريح نفسك، انا بنفسي هروح اصحيها واعمل الفطار. ما تشغلش بالك انت بس، وريح نفسك. يا نادية، يا نادية. ايوه يا مرات اخوي. هو انت مش تخرجي من عندك يا اختي؟ في حاجة ولا ايه؟ تأمري بحاجة؟ لا يا اختي، ميأمرش عليك ظالم، بس بقولك يا حبيبتي يلا اطلعي برا عشان احط الفطار. انت هتفضلي طول اليوم جوه في الأوضة ولا ايه؟ عموما انا رايحة احضر الفطار، لما اخلص تكوني جهزتي وخرجتي برا. يلا قومي بلاش كسل. صحتها لك اهي، مش عايزاك تتعب نفسك وتقوم تصحيها، ادي صحتها. ما خلصت يا ابو ذي الفقر، هقوم صحيها ليه دلوقتي؟ يلا روحي حضري الفطار. يلا يا نادية، ما تتكسفيش واخرجي. في ايه يا حاجة؟ دي عزومة مربية مش اكتر. روحي روحي روحي، الله يسهلك، يلا روحي بنظراتك دي. يلا يا دودة. دي بتقولي حاضر وتقولي حاضر. حضري لك الخير يا دودة، قصدي يا نادية. ايه يا نادية، كل ده تخرجي ايه؟ ما يلا يا حاجة، كل ده بتعملي الفطار؟ ده لو كان غدا كان هيخلص. ايه ده تخرجي؟ اهلا، صباح الخير يا نادية. تعالي تعالي اتفضلي اقعدي. صباح النور عليك يا اخوي. حاضر يا حاج، هقعد جارك. امال فين بنيتك زينب يا حاج؟ مش شفتهاش النهارده؟ اقوم اساعدك يا خيتي. لا يا حبيبتي خليكي عندك. او انا خلاص يا حبيبتي دي اهو هغرف لكم واحط لكم. انت بتقولي انت اختي برضه. تشكر يا خيتي، الله يخليك يا خيتي، الله يخليك ان شاء الله. الا قول لي يا حاج، شفت لي مطرح هنا ولا لا؟ مطرح ايه يا نادية؟ مش احنا اتفقنا ان خلاص انت هتقعدي معايا هنا؟ تشكر يا مفيش اخوي. مطارح؟ الله يخليك يا اخوي، بس ما يصحش كده. انت قلت لي يومين اتنين بس، وتاني يوم احنا فيه اهو يا حاج. هنكرر الحديث تاني ليه يا حاج؟ قلت لك تشوف لي مطرح هنا وملكش دعوه بالايجار، بس تكون امني. وكتر الف خيرك على وقفتك معايا، وكفايه كده اليومين دول، وجميلك ده فوق راسي لاخر يوم في عمري. احنا صعايده ومش بننسى المعروف. وقفتك معايا احسن عن القريب والله يا اخوي. حضرتكم الاكل اهو. يلا يا حاج، يلا يا نادي، يلا الحقوا كله قبل ما الاكل يبرد. يلا يا جماعه يلا. حاضر يا اخوي. مد ايدكم، يلا يلا بالهنا والشفا على قلبكم. تشكر يا نادية بنت اخوي. كويس.
تسكري تسكري. بسم الله. بقول لكم ايه، انا عايز احكي لكم على موضوع ده، بس تسمعوا للاخر. خلوا الصبر في دمكم، اتعودوا تسمع الحديث الاول وبعد كده احكموا من الاول للاخر. بس ما قبل ادخل في الحديث، حلو حبايبي الحلوين، زي ما قلت لكم اعمل لايك والاشتراك علشان اخدكم معايا جولة في الغيط بتاعتنا، واوريكم وادوقكم من لمن الجملة بتاعتنا. جملة عسل والله، وشوية جاموس الله اكبر، وشوية بقر كمان. يلا هتتبسطوا معايا قوي، وهناك احسن من هنا بكتير. فوتكم بعافية العوافي يا اخواتي.